صبايا، لاحظوا بعد ما الطالبات المتدربات عملوا سحب لون صار عندهم تاتش اورنج. طبعا هذا الشيء بيساعدني ليش؟ كرمال أعلمهم كيف يعالجوا هالمشكلة إذا في حال تعرضوا لهالمشكلة مع الكاستمر. طبعا صبايا بالنسبة للسحب، لاحظوا سحب اللون الشعر ما شاء الله تبارك الله، اللون الاندرتون روعة. يعني شايفين ما فيه صفار اللي هو الذهبي أو الأورنج، هو الصفار البناني جاي. شايفين؟ يعني أنا واصلة هلأ بالسحب، أو مو أنا، هن الصبايا ما شاء الله وصلوا للسحب درجة 9. بس عنا هون مشكلة اللي هو التاتش الأورنج. على فكرة صبايا هلأ شوفوا الانعكاس اللي عيطيني إياه من تصويري، هون عيطيني أورنج طيب أو ذهبي. هلأ شايفين لما بشيل على الإضاءة راح يعطيني السحب. شايفين؟ سحب نقي. شايفين كيف إنه أنا الإضاءة عندي أو جوالي بيظلم الألوان؟ شايفين؟ السحب كله ولا أروع من هيك. عن جد شكرا، تسلم ايديكم صبايا. شايفين؟ دائما أنا جوالي بيظلم ألواني اللي أنا بنزلكم إياها. شايفين ما في هون أورنج، لما بنزلها شايفين بصير يعطيني أورنج. طيب هلأ هون فعليا عندي أورنج. كيف بدي أصلح هالمنطقة هاي؟ أعطيني يا فيليبس الرقم هذا صبايا، الرقم 6.1 6.1 أشقر غامق رمادي مع أكسجين 10. هلأ رح تشوفوا طريقة استخدام الرقم هذا صبا على التاتش الأورنجي والنتيجة. هلأ رح نضيف أكسجين 10 صبايا. لاحظوا نسبة الخلط من 1 ل1.5. شايفين صبايا التاتش الأورنجي راح نهائيا بالرقم اللي قلت لكم عليه 6.1. شايفين الفصل كان فيه تاتش أورنج ظاهر ومزعج جدا. شايفين؟ طبعا هذا هو. شايفين ما شاء الله تبارك الله، ما عاد في عنا تاتش أورنج نهائيا.